والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله كما قلنا لكم سوف نبدا الدرس الثالث لهذه اليوم لهذه الدوره المباركه باذن الله، وسوف ناخذ درس منهج اهل السنه والجماعه في التعامل مع المخالف. يعني اخذنا الدرس الاول امس ان شاء الله الشيخ الدكتور احمد اللهيب، فاقول له فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تحدثنا في الدرس الماضي عن قواعد مهمة لأهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف، ووصل بنا الحديث إلى قاعدة، وهي قاعدة مهمة: التفريق في المسألة بين الحكم وبين العين. هناك خلط كبير في الساحة الإسلامية اليوم، عندما تجد أناس يتحدثون في مسألة معينة ثم لا يفرقون بين حكم المعين وحكم المسألة. فكما أن في اللغة العربية فرق بين الفاعل والفعل، فكذلك في المسائل العقدية فرق بين الفاعل وبين الفعل. وأكبر ما يقع فيه كثير ممن لديه عاطفة إسلامية أنه يخلط بين هاتين القضيتين المهمتين، وهي قضية الحكم كحكم وبين من فعل هذا الحكم. فنعطي أمثلة واضحة في هذه القضية. أن الحكم قد يتفق العلماء على مسألة معينة بأن هذه المسألة كفر بالله سبحانه وتعالى، مثل قضية مثلا الذبح لغير الله، أنها كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة متفق عليها بين علماء أهل السنة. لكن هناك فرق بين هذا الحكم وبين من يفعل هذا الحكم. كيف؟ إنسان يأتي ويذبح لغير الله، نقول فعله كفر، لكن الفاعل هنا تعتريه أمور، لا نقول بكفره حتى تتحقق هذه الأمور الثلاثة. أولا أن يكون عالم، هذا الفاعل يكون عالم بالحكم وضده الجهل. فلو كان هذا الرجل الذي جاء إلى ذلك القبر وذبح له لغير وجه الله سبحانه وتعالى، ذبح لصاحب هذا القبر، فنقول له لماذا فعلت هذا الأمر؟ يقول هذا أمر مشروع، أمر جائز، فهذا يدل على أنه جاهل. فنعلمه الحكم الشرعي، نقول له فعلك هذا يا أخي كفر بالله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، النسيك هي الذبيحة، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم قال الله لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. فنقول فعلك هذا كفر. طيب هو نقول لا يكفر حتى يعلم، حتى يعرف الحكم. فإذا علم الحكم وفهمه ثم يقول لا والله أنا مصر على هذا الفعل، نقول هو يكفر بعينه، هو يكفر بعينه الآن، لأنه ماذا؟ علم الحكم الآن ثم أصر. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم عاب على المشركين أنهم قالوا إنا، بعدما اتضح لهم الحق وارتفع عنهم الجهل، ماذا كانت إجابة قريش؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هنا يكون كافر بعينه، إذا علم وأصر يكون كافر بعينه.
القضية الشرط الثاني أن يكون مختارا، يعني لا يكون مكره. قد يكون الرجل يفعل هذا الفعل ماذا وهو مكره. كيف مكره؟ مثلا يقول له شخص معين اذبح لصاحب هذا القبر وإلا قتلته، فهو الآن يذبح له ماذا؟ مقتنع بهذه الذبيحة ولا غير مقتنع؟ غير مقتنع، مكره. فإذا وجد الإكراه ارتفع الحكم. إذا وجد الإكراه ارتفع حكم الكفر، لا يجوز أن نكفره بعينه وإن كان الفعل كفر. لماذا؟ لأنه مكره. لذلك الدليل على الإكراه أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عذبه المشركون، قتلوا أباه عمار ياسر، ثم قتلوا أمه سمية رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهي أول شهيدة في الإسلام. وعذب حتى كاد أن يهلك، ثم قالوا له سب محمد، فرفض حتى شعر بالهلاك فسب محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أطلق سراحه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال يا رسول الله هلكت. النبي صلى الله عليه وسلم ما أفتاه إلى الآن، فنزل عليه الوحي فقرأ هذه الآية لعمار: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عمار إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك وقالوا افعل سب محمد وإلا قتلناك فعد إلى سبه، لأنه من باب ماذا؟ الإكراه الملجئ. والإكراه المقصود به ليس مطلق الإكراه، وإنما هو الإكراه الذي يتيقن فيه الإنسان زوال روحه أو أحد أطرافه، يعني أنه سيفقد مثلا حاسة البصر، اليد أو ما شابه ذلك وكذا، هذا يسمى يدخل في قضية الإكراه الملجئ. لكن إذا هدد بالدنيا هذا ليس إكراه، هذا ليس إكراه. قالوا افعل ولا والله خصمنا من الراتب الشهر هذا، افعل ولا كذا، هذه أمر دنيوي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن القضية في الأمر ماذا؟ الأمر الذي ليس منه مناص، اللي هو قضية ماذا؟ قضية حفظ النفس. إذن الشرط الثاني الذي يرفع مسمى الكفر عن الفاعل بعد الجهل الإكراه. الشرط الثالث الذي يرفع مسمى الكفر عن الفاعل التأول. ما هو المقصود بالتأول؟ التأول أنه يعتقد أن هذا الفعل شرعا ويستدل بدليل. الجاهل ما عنده دليل، لكن المتأول عنده دليل، لكنه فهم الدليل على غير مراده. أعطيك مثال. في هناك فرقة تنتسب الإسلام يقال لها المرجئة هم الذين يقولون من قال لا إله إلا الله ولو لم يفعل شيئا من شعائر المسلمين مختارا بدون إكراه، واضح؟ فإنه يكون مسلم لو لم يصلي ولم يصوم ولم يحج ولم يفعل أي شيء بدون أي إكراه، هو مختار هكذا. مجرد أنه ينطق بلا إله إلا الله يقولون خلاص هذه تعصمه من النار. هذه فرقة موجودة إلى اليوم. هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. إبليس رأس الكفر يقول لا ربي، يقر ويعترف يقول ربي، لكن هل عصمته قضية أنه يقر بالربوبية؟ إذن لابد أنه يأتي بماذا؟ بشعائر الإسلام، هذه العاصمة. ولا المنافقين في عهد الإسلام يقولون إيش؟ لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويفعلون لكنهم في النار. إذن القضية ليست قضية نطق فقط، إيمان في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان. هذه تعصم ماذا؟ المؤمن. فهذا الآن نقول ما هو دليلك؟ يقول دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. خلاص نقول لا إله إلا الله ولا أشرك بالله، إذن أنا وين؟ في الجنة. هذا حديث عام. لكن تعال في حديث ماذا؟ حديث أخرى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عتبان وخرج في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الأنجل خلاص. ثم في الحديث الآخر الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فإن قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ما هو بحقها؟ الزكاة. حق ماذا؟ الله في المال. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين يقول: هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس في الصلاة ثم أعمد أنا ومعي أناس معهم من الصحابة معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون معنا الصلاة يعني في المساجد فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والصبيان. إذا الآن أتت الأحاديث الأخرى تبين حقيقة ماذا؟ المراد بلا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله هي عبارة، هي مفتاح الجنة، لكن المفتاح له أسنان أو ليس له أسنان؟ له أسنان. ما هي الأسنان هذه؟ هي أركان ماذا؟ أركان الإسلام: الصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه أركان الإسلام. وإلا لم يختلف يعني المسلم عن غيره، فقط بالنطق بلا إله إلا الله لا يكفي لوحدها، لا بد من العمل. إذن هذا يعتمد على نص عام، فهو متأول يعتقد أن فعله صحيح، فلما نأتي ونكشف له الحقيقة ونقول لا هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ. الشهادة أن الله كيت وكيت وكيت والأدلة كذا وكذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وصنع يعني اتضحت له الحقيقة هنا. فإن أصر بدون دليل كفر بعينه، وإن لا زال عنده شبهة فلا يجوز تكفيره حتى تزول الشبهة من هذا الرجل. إذن هناك فرق بين الحكم وبين المحكوم عليه، بين الفعل وبين الفاعل. هذه قضية مهمة في قضية التعامل مع المخالف. بعض الناس الذي جاء يتعامل مع المخالف يخلط بين القضيتين ويقول إن تقول كذا إذا أنت كافر، لا يفرق بين الجاهل من العالم من المتأول من غير المتأول. الدعوة كلهم عندهم إيش؟ على خط واحد. هذا خطأ في التعامل. القاعدة الثانية وهي قاعدة مهمة عدم التفريق بين المسائل. يسمع مثلا، أعطيك مثال، يسمع أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مباشرة أخذ هذه الآية ويطبق على كل من لم يحكم بما أنزل الله بأنه كافر. طيب أنت تقرأ القرآن وما تقرأ؟ اقرأ الآية اللي تليها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآية اللي تليها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم. سبحان الله، ذكر الأوصاف هذه عبث. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن الله سبحانه وتعالى له مقصد من إيراد هذه الآيات متتالية خلف بعضها. ما هو المقصد؟ هو ماذا؟ أن لكل آية شروط تنطبق على إيش؟ على الشخص. إذا المسائل لابد الإنسان قبل أن يتعامل مع المخالف يحرر المسألة هذه، هل المسألة هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا قال العلماء هنا التفصيل: الحكم بغير ما أنزل على 5 أقسام. القسم الأول الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله، يقول مثلا قانون الوضع هذا أفضل من شريعة الله، هذا كافر بإجماع العلماء.
كافر بإجماع العلماء. طب طبق الشروط الثانية، لابد ألا يكون جاهلا، ألا يكون مكرها، ألا يكون متأولا. واضح؟ لازم تستحضر الشروط هذه. لكن احنا نعطيك الحكم العام الآن، الحكم في الأقسام العامة. إذا القسم الأول من زعم بأن من حكم بغير ما أنزل الله، أول شيء من حكم بغير ما أنزل الله يقول الذي يحكم أو أن القانون الوضعي هذا أفضل من شرع الله، هذا كافر بإجماع العلماء من حيث ايش؟ حيث الحكم وليس حيث ايش؟ الفاعل. الفاعل هذا تطبق الشروط السابقة. الثاني من قال لا يا أخي القانون الوضعي هذا مساو لحكم الله، مساوي ليس أفضل، هو مساو لحكم الله، هذا أيضا كافر بالإجماع. قال مساوي، هذا جعل الند مع الله، مساو مع الله، أنداد. المقصود بالأنداد هو ماذا في لغة العرب؟ المساوي، المساوي. هذا أيضا استحضر الشروط الثلاثة السابقة التي ذكرناها. الثالث انتبه إلى هذا، من قال حكم الله هو الأفضل وشريعة الله هي الأحسن والأكمل، لكن مع ذلك ماذا قال؟ حكم بغير ما أنزل الله. لماذا حكم بغير ما أنزل الله؟ طيب ما دام هو الأكمل والأفضل وكذا، ضعف. يريد مثلا أنه إيش؟ أن يحاكي القانون إيش؟ العالمي أو ما شابه ذلك. ما حكم هذا الفاعل؟ ما حكم هذا الفاعل؟ هذا الفاعل حكمه أنه لا يكفر، أنه لا يكفر. هذا هو الفاسق الذي ذكر الله في القرآن. لماذا لا يكفر؟ لماذا؟ ليش؟ ما هو السبب؟ هو الآن يقول أنا أقر وأعترف أن القرآن والسنة شريعة الله هي الأكمل والأفضل والأحسن، لكن أنا مضطر أن إيش؟ أحكم القانون الوضعي لأي غرض، إما أنه قانون إيش؟ عالمي، وإما أن هناك علماء سوء يسولون له أن الأمر إيش؟ جاهز، وما أكثر علماء السوء. واضح؟ فحكم بغير ما أنزل الله. هنا ماذا حكمه؟ أنه لا يكفر. وهذا هو رأي الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني، وأيضا هو رأي الشيخ ابن تيمية من قبلهم. لماذا لا يكفر؟ أعطيك مثال وقس عليه. طيب المثال ما هو؟ لو أن رجل مسلم يقارف الزنا، زنى عشرات المرات، وكلما جاءت فرصة زنى، إلا أنه ماذا يقول؟ يقول والله أنا أعرف أنني مخطئ وأسأل الله التوبة. واضح؟ وأسأل الله التوبة. هل نكفر هذا؟ شو رأيكم؟ فعل الزنا عشرات المرات لا يكفر. لماذا لا يكفر؟ لأنه مقر أنه مذنب ولم يستحل الزنا، صح ولا لا؟ لو جاء رجل آخر كبير في السن ليس له شهوة، أو شابا معيب الخلقة ليس له آلة ذكورة، مجبوب كما يقال في كتب الفقه، ليس له آلة ذكورة تماما، واضح؟ وهو مسلم، ثم كتب مقالا في صحيفة أو كتب كتابا الزنا حلال، هل هذا مارس الزنا؟ مارس الزنا؟ هذا لم يمارس الزنا، صح ولا لا؟ ما حكمه؟ كافر بالإجماع، لأنه أحل ما حرم الله، مع أنه ما مارس، وذاك مارس مرارا. الفرق بين هذا وهذا ماذا؟ أن هذا قال هذا حلال بدل، وذاك قال أنا أعترف أنه حرام وأعترف أنني مقصر وأسأل الله لي التوبة. واضح؟ لكن لا يكفي. واضح يا إخوة؟ هذه معصية، والحكم بغير ما أنزل أيضا إيش؟ معصية، والحكم بغير ما أنزل الله معصية.
فالحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله، نقول لماذا ما حكمت بغير ما أنزل الله؟ يقول يا أخي